الفيديو بتاع النهاردة مميز جدا. النهاردة هنتعرف على تتبيلة السمك المقلي. مش بس السمك المقلي، لا، بتستخدميها في اكلات كتير: السمك المشوي، البتنجان المخلل، البتنجان المقلي، بطاطس سلطة، اي نوع من انواع الاكلات هي داخلة فيه. جميلة جدا وبتودي الاكل في حتة تانية. قبل ما نبدأ الفيديو، لو انتي لسه بتتفرجي عليا، انا هند سليم ودي قناتي. لو عجبك الفيديو اعملي لايك واشتراك في القناة، تابعيني. اول حاجة هنعملها هنحضر المقادير. معايا هنا ربع كيلو من الفلفل الاخضر، ومعايا ربع كيلو كمان من الفلفل الاحمر، علشان يبقى في تناسق للالوان كده وتبقى جميلة. معايا هنا راس توم كبيرة فصصناها وقشرناها بالشكل ده، ومعايا معلقة من البابريكا، ومعايا معلقة من الكزبرة الناشفة مطحونة، ومعايا معلقة كبيرة من الشطة، علشان الفلفل بتاعنا بارد فهي هتعزز من الطعم شوية. لو انتي عاملة فلفل مشطشط استغني عن الشطة. ومعايا معلقة كبيرة من الكمون، وربع كوباية كبيرة من الخل. معايا كمان عصير ليمونة كبيرة، ولو حابة تزودي الليمون مفيش اي مشكلة، بيدي مزازة كده وبيخلي الطعم جميل جدا، وكمان بيعمل كمادة حافظة للتتبيلة. عصرنا الليمون بالشكل ده. كل المكونات بتاعتي كده بقت جاهزة، ناخدها كده وعلى الكبة او الخلاط ونفرمها فرمة كده وتكون كويسة. بعد كده خلصناها، نزلنا كده في الطبق بتاعنا. شايفين القوام بتاعها جميلة جدا، تحفة، وريحتها طالعة خطيرة. هتستخدميها كده في الاكلات، هتودي الاكل في حتة تانية فعلا. شايفين قوامها بالشكل ده، ولونها خطير جدا وطعمها وريحتها جميلة. هنبدأ بقى ان احنا نحضر البرطمانات بتاعتنا، نكون غسلينها كويس جدا ومنشفينها، وتكوني معقماها كده علشان ما تعملش اي حاجات خضرة فوق الوش او تعمل عفونة. ظبطي كده الملح، ولو لقيتيها انها ناقصة ملح ممكن تزودي، او على حسب ما انتي بتحبي ملحها زيادة او ملحها ناقص. انا كده لقيت ملحها كان قليل فحطيت لها زودت لها معلقة من الملح. ادي البرطمانات الازاز بتاعتي هحطها فيها واقفلها كويس. لو حابه ان انتي تحطيها في علب تفريز اللي بنفرز فيها الاكل، حطي، مفيش اي مانع. يعني انا حطاها كده في برطمانات الازاز، غسلتها كويس ونشفتها وعقمتها، وبعدين حطيت فيها وهقفلها كويس. وبعدين احطها كده في باب التلاجة. هتحطيها في التلاجة بس، مش هتضطري ان انتي تحطيها في الفريزر، هتقعد معاكي وقت طويل جدا. ولو حابة ان انتي تعملي كمية كبيرة وتحفظيها في الفريزر مفيش اي مشكلة، وتسيبي برطمان كده واحد بس للاستعمال تحطيه في التلاجة على الرف او في باب التلاجة. هنمسح البرطمانات كويس جدا وهنقفلها كويس. ممكن كمان تحطي كيس استرتش كده في فوق البرطمان وتغطيه عليه كويس جدا جدا، علشان منعا للهواء. حطينا كده كمية في البرطمانات، ودي الكمية الباقية حبيت ان انا احطها في بولة كده قدامكم واوريها لكم. شكلها جميل جدا يا جماعة، تحفة خرافة جدا، وبتتعمل على كتير من الاكلات. ودي كانت التتبيلة قدامكم اهي، شكلها خطير ولونها جميل جدا وطعمها اجمل واجمل. جربوها بالطريقة دي هتعجبكم جدا، وهتحطوها مع الاكلات بتبقى تحفة. شكلها كده جميل وريحتها وانا بعملها، يعني الطبق ده ممكن كفيل كده ان انتي تاخدي منه وتحطي تعملي منه ساندوتش وتاكليه كده جميل جدا. جربوا بقى الطريقة، ولو عجبتكم بالطريقة بتاعتي اكتبي لي كده في الكومنتات هي عجبتكم ولا لا. وبكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، واستنوني في فيديو جديد، وما تنسوش اللايك. مع السلامة.